والله اتحداك لو قلت لي ايه ارخص حاجه انت بتمتلكها دلوقتي. مش هسيب لك وقت تفكر عشان انا متاكد 100% انها مش هتيجي في دماغك. وقتك هو ارخص حاجه عندك، ولو شفت ال 30 ثانيه اللي جايين انا فعلا هقنعك ليه وقتك ارخص من الجنيه الفكه اللي في جيبك. من ساعه ما بتصحى لحد ما بتنام وانت عايش حياتك كلها كمشاهد او متفرج، بتتفرج على اليوتيوبر اللي نجح وبتسيب وقتك يجري منك، وعمال تعمل لايك للفنان اللي جاب العربيه اللي انت بتحلم بيها. السؤال هنا بقى انت فين من كل ده؟ اقول لك انا انت فين، بس انا هتكلم بصراحه يعني ما تزعلش مني، انا اسف. انت عباره عن رقم في احصائيات المشاهير. لما بتتفرج انت بتزود الفنان شهره، لما بتعمل لايك انت بتعلي سعر صاحب البوست. انا ما عنديش مشكله عشان تبقى فاهم، ربنا يرزق الجميع، بس انا عايزك تفهم عشان ربنا يرزقك انت كمان وتبني حياتك كده بدل ما انت عمال تصرف وقتك في الهوا. وخلي بالك لان وقتك ده عامل زي فلوسك بالظبط، لو ما استغلتوش صح هيضيع منك من غير ما تحس. قول لي بقى في الكومنتات صرفت كام من وقتك المحدود جدا الاسبوع اللي فات تقريبا. اكيد صرفت كتير جدا. طب هل استمتعت او في عائد انت شفته بعد الصرف ده كله؟